الأيام الأخيرة شهدت أخبار ساخنة جدا على الساحة الكروية المصرية بخصوص عروض خارجية لنجوم الأهلي. مصادر إعلامية كشفت إن نادي السليه القطري بيستهدف ضم مروان عطية، وفي نفس الوقت نادي العين الإماراتي مهتم بضم إمام عاشور. في الفيديو ده هنعرض تفاصيل العروض، موقف الأهلي، والتأثير المحتمل على الفريق. نادي السليه القطري أبدى اهتمامه بضم مروان عطية لاعب وسط الأهلي بعد الأداء القوي الذي قدمه الموسم الماضي. التقارير قالت إن العرض يشمل راتباً سنوي ضخم مع مزايا إضافية، لكن بدون الكشف عن قيمة الصفقة الرسمية. بعدها رئيس نادي السليه طلع ونفى وجود أي مفاوضات حالياً مع اللاعب، وده خلق حالة من الجدل. هل الموضوع مجرد تسريبات غير دقيقة أو مناورة إعلامية لتهدئة السوق قبل التحرك الرسمي؟ مروان عطية يعتبر من الركائز الأساسية في وسط ملعب الأهلي، ومشاركته أساسية في خطط المدير الفني خصوصاً في المباريات الكبيرة. نادي العين الإماراتي واحد من أكبر أندية الخليج أبدى اهتماماً قوي بضم إمام عاشور بعد متابعة مستواه الفترة الأخيرة. العرض حسب التسريبات ضخم مادياً، ويشمل امتيازات خارج الملعب كالسكن والسيارة، بجانب حوافز إضافية مرتبطة بالبطولات والأداء. إمام عاشور من اللاعبين الذين يمتازون بالروح القتالية والقدرة على اللعب في أكثر من مركز، وده بيخليه هدف مثالي لأي فريق بيدور على لاعب وسط عصري. الصفقة دي لو تمت هتكون ضربة قوية للأهلي، خصوصاً إن إمام يعتبر عنصر مؤثر في الضغط الهجومي وبناء اللعب. حتى الآن الأهلي ما أعلنش موقفه الرسمي من أي عرض، لكن المؤشرات بتقول إن النادي مش هيوافق على رحيل أي لاعب أساسي قبل نهاية الموسم. الأهلي داخل على موسم طويل وصعب، عنده الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية، وبيع لاعبين مؤثرين في الوقت ده ممكن يضعف الفريق. الإدارة حسب مصادر هتقيم أي عرض بعد ما تشوف البدائل المتاحة في السوق، لكن الأولوية دلوقتي. المدير الفني خوسيه ريبيرو كان قد وافق في وقت سابق على عودة أحمد عبد القادر للتدريبات الجماعية، لكن فجأة تراجع عن القرار، وأبلغ إدارة الكرة أن اللاعب لن يكون له دور معه. سبب القرار حسب كلام ريبيرو هو أن اللاعب يتحدث كثيراً عن الرحيل، وهو يرى أن إشراكه في التدريبات قد يؤثر على أجواء الفريق بشكل سلبي. محمد يوسف المدير الرياضي يحاول إقناع ريبيرو بتغيير قراره، خاصة أن وكيل أحمد عبد القادر بدأ يلمح لإمكانية تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم. السبب هو أن منع اللاعب من التدريبات الجماعية قد يعتبر مخالفة تؤثر على حقوقه كلاعب محترف. الأهلي يدخل الجولة الثانية وهو تحت ضغط كبير بعد تعادله في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت 2-2. نتيجة المباراة الأولى أثارت إحباطاً جماهيري، خاصة أن الفريق كان متقدماً ثم فقد النقاط في النهاية. مباراة فاركو ستكون على استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة المقبل في تمام 9 مساء. الجهاز الفني بقيادة ريبيرو يعلم أن أي تعثر جديد سيزيد الضغط عليه وعلى اللاعبين. الفريق يسعى لتصحيح المسار وحصد أول 3 نقاط. الأهلي هذا الموسم أمامه تحديات كبيرة، أهمها الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية، ولهذا الحفاظ على الاستقرار داخل غرفة الملابس سيكون مفتاح النجاح في الفترة المقبلة. السؤال الآن: هل ينجح محمد يوسف في إقناع ريبيرو بإعادة أحمد عبد القادر للتدريبات؟ وهل يستطيع الأهلي يتجاوز كبوة البداية وتحقيق فوز مهم على فاركو؟ كل الإجابات حنعرفها في الأيام القادمة.